السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم من مطبخ نجوى. نحييكم ونقول لكم اهلا وسهلا بكم اليوم. ان شاء الله البنات اليوم عندكم بزاف ما شفتوش فيديوهات تاع الشيف نجوى. اليوم ان شاء الله اليوم تاع الروبو تاعنا جمعة مباركة. روحوا تشوفوا اليوم الروبو تاع نجوى واش راح ندير فيه. راح درت فيه الفلفل، عندي اليوم ندير شي بوفجوغ، بس راح نديروه مرقد نتاع بوفجوغ. ندير لكم واحد الطريقه ان شاء الله مادام ليا ما تاكلوا تاع الفلفل البنات. هيا البنات تشوفوا كيفاش راح ندير. شوفوا هنا بلا ما نكثرش عليكم فيديو بزاف، هنا عندي الفلفل واش درت له مع الثوم. مع الثوم هنايا ميكسيتو، غسلته بيان سور، نحيت له الزريعه. البنات ديروا لي الكاوات راه وديه راه يوزوزو. نحيت له الزريعه ودرته مع الثوم وعقدته في لاشطاب وخليته ودرت له شويه ملح. وشوفوا البنات كيفاش راني نقطر فيه. ها البنات راني نقطر فيه. زدت واش جبت هنايا الزيتون. هو نورمالمون الزوج تاعي قلت له جيب لي الزيتون هذاك المغلق، مي جاب لي هذا المفتوح. المهم نتوما كيما بغيتو المفتوح بغيتو المغلق. انا اللي قلت له صباح المغلق وجاب لي هذا نورمال. نتوما كيما بغيتو. هاو جاب لي دو كولار. حبيتو تزيدوا حتى الكحل نزيدوا الكحل. هنا عندنا السناريه شوفوا قصيتها بلا كوباط هنا. وشوفوا كي درت لها الملح البنات باش تطلق الماء تاعها. هاي هذا الفلفل راه يطلق في الماء تاعو. نزيدوا السناريه كميه نقصوها ونديروا لها الماء، عفوا نديروا لها الملح. شوفوا كيفاش راهي يطلق الماء تاعها. ها شوف بعينيكم. هنا الزيتون ثاني نصفيه من الماء باش لازم يكونش الماء. درك نصفيه البنات ونحطوا يطيحوا الماء تاعو. ها وقت قلت لكم وتشوفوا باش ما كثرش عليك الفيديو. نقطر كلشي من الماء ونجي تشوفوا كيفاش حنخدم. البنات انا رجعت هنايا. شوفوا هنا بعينيكم تشوفوا كي ديروا الماء في السناريه اش كتطلق الماء تاعها. يعني هاكا تشوفوا على المباشر كي ديروا السناريه تاعكم. ها هياك انا مزروبه البنات. نتوما حاولوا تخليوها حتى اللي عندها الوقت يعني دير ليله كامله تخلي الطول تضغمهم بالملح هي وهذا وتخليهم الصباح يصفاو الماء تاعهم. مي انا كعاد مزروبه البنات ما نقعدش راك ندير غير اليوم ربو بالجمعه. هاكم تشوفوا كيفاه نحيت الماء تاعها. هاي السناريه تاعي والزيتون بعد ما غسلته مليحه هو قزت له شويه كحل. ودرك واش راح نجي هنا بعد ما عبصت مليح على هنا. شوفوا ها هو عبصت مليح هنا. شوفوا كيف انا عبصت مليح هنا. درك هنا راح نخلط هذه هنايا. هايا البنات هنا راح ندير هنايا اللي تعصر الكل نديروه هنا. نحط الملكسه هنا البنات. هاكم تشوفوا كيفاه بعد ما استقطر مليح. هو يعني نتوما تديروا له شويه ملح وتخليوه يعني ليله كامله تضمنوا. البنات هنا لازم ديروا لي كاوات باش نجموا تخلطوا. شوفوا واش درت باش ما نطولش الفيديو. درت شويه في راس الحانوت، عفوا فلفل حمار، ودرت فلفل الكحل وشويه كركم والملح. على بالكم درنا بالملح يعني نقصوا شويه ملح. ودرت شويه كزبر وراح نهزوا شويه بزيت زيتون. راح نخلط بالزيت زيتون. ندير شويه برك اللي بغي زيت زيتون كان اللي بغي الزيت الاخر. هايا البنات شوفوا كيفاه. وهنا راح نخلط هذه مرقد. ماذا بيا تجربوه ماذا بيا مثلا تاع الفلفل. جربوه البنات ان شاء الله يعجبكم. شوفوا هنا البنات كيفاش راني نخلط هنا. ها هياك البنات. ها هو وقت شوفوا كيفاه جا. عفوا راه الحروق تاعو هكا لازم تخلطوا بيديكم. ديروا لي كون البنات خاطر راهو حار رخم. هنا نخلطوا مليح. اللي بغات تزيد ممكن تبقبقها بزيت زيتون تزيد. هنا انا درت نص زيت نص لا هكا. ولازم البنات البلارات تاع القزاز هما راح نعمرهم في البلارات وراح ندير فوق السطح شويه زيت باش ما يفسدوش ونخبيوهم ان شاء الله. هذو كيما هذو عام ما يفسدوش. البنات بعد ما كملناهم درتهم في بلارات، درت لهم شويه زيت ولا زيتون الفوق. وهذا هما هذو على الاقل عام كي تحافظي عليهم وتمشي بالطريقه اللي قلت لك عليها عام. ان شاء الله يعجبكم البنات وتجربوه. شهيه طيبه وتلاقاو ان شاء الله.